بهذا الحلقة بالذات راح أشرح الفروقات بين السكري النوع الأول والنوع الثاني وشن الطريقة حتى تميز أي واحد منهم ممكن يكون عندك. خلونا بالبداية نشوف شنو هو السكري النوع الأول. السكري النوع الأول غالبا يكون سببه مشاكل مناعية، يعني إذا صار تدمير مناعي لخلايا البيتا بالبنكرياس ممكن يصير عندك سكري نوع أول. عادة يصيب الأعمار الصغيرة، الأطفال، بس حتى الكبار ممكن يجيهم. علاج السكري النوع الأول هو فقط الإنسولين وانكو غير الإنسولين حاليا. هسه خلونا نشوف شنو هو السكري النوع الثاني. السكري النوع الثاني غالبا يجي عند البالغين، بس ممكن يجي حتى عند البالغين الأصغر أو حتى الأطفال. السكري النوع الثاني سببه السمنة، الوراثة، وأيضا مشاكل بنمط الحياة ومقاومة الإنسولين. السكري النوع الثاني ممكن يسيطر عليه بتغيير نمط الحياة، أدوية عن طريق الفم، وأحيانا يحتاج إنسولين. فشلونا نفرق بين هذين الاثنين. إذا صابك السكري، المفروض الدكتور يحدد إذا هو نوع أول أو نوع ثاني من خلال الفحص السريري وأخذ التعريف المرضي. بس أحيانا الدكتور ممكن يحتاج يسوي فحوصات أدق مثل فحص الدم للسيباليبتين. ممكن أيضا يسوي فحوصات للأجسام المضادة مثل أجسام كاد المضادة أو أجسام خلايا البذر حتى يحدد إذا هو سكري نوع أول أو نوع ثاني. فحكي ويا دكتورك عن هذا الموضوع. دير بالك على نفسك.